يقول السائل: لي صديق أعزب عنده دوالي أعزب عنده دوالي، حلو. في الخصية درجة ثالثة، في الخصية درجة ثالثة، ولكن أيوه. لا تؤثر على السائل والصحة، ولكن ممكن يؤثر في المستقبل حسب كلام الأطباء. نعم. فهل يقوم العلاج الأول وهو عملية ربط الدوالي، أو يتزوج أو لا يرى فيما بعد، أو شوف، يتزوج أولا ويرى فيما بعد؟ طيب، علاج الدوالي ما هو بالأمر الصعب، خاصة إذا وصلت مرحلة معينة. آه، إذا ما وصلت مرحلة معينة، يعني قبيل العملية، فإنها تعالج. الدوالي تعالج. علاج الدوالي، خلينا نجيب العلاج الدوالي إليه، ثم بعد ذلك نخبره قبل الزواج، لأن ممكن يؤثر عليه مستقبلا هذا الأمر في الزواج. آه، أفضل علاج للدوالي ذكرت ذيك مرة جوتو شو اسمه جوتو كولا، لكن أفضل علاج في أوروبا الآن، في أوروبا يعالجون بشيئين اثنين، وهذا مشهور ومن أفضل العلاجات في أوروبا من المكملات: الديوسومين والهاسبريدين. الديوسومين والهاسبريدين اللي هو هذه تجي أم ال500 وتجي أم ال1000، تاخذهن ممتاز جدا. وذكرنا الجوتوكولا جيدة كذلك ممتازة. آه، في نوع من الديوسومين يكون سريع الامتصاص، اظن يسمونه مايكو، يعني مايكو ديوسومين. ممكن تبحث عنه قبل لا تشتري ديوسومين ولا الاسبريدين. في ثاني يسمونه الروتين، هم جيد، وهذا نافع للدوالي الخصيتين والدوالي عامة الرجلين، وكذلك حتى البواسير هي أهم، فيها ضعف في الأوردة. البواسير ضعف في الأوردة، شو اسمه، الدوالي هي ضعف في الأوردة. طبعا هذه مرحلة، بعدين آخر مرحلة إذا ما ضبطت الأمور يصير فيها إيش؟ يصير فيها عملية. طيب، هل هذا يؤثر على بعض الشباب؟ نعم. في أكسدة تصير عالية جدا في الأوردة، أكسدة عالية جدا في الأوردة، لذلك تصير الدوالي. الذي أراه والله أعلم أنك قبل أن تتزوج تخبر المرأة بذلك، حتى ما تصير حجة بعد ذلك عليك، أو لا قدر الله سبحانه وتعالى صار بك، يصير عقم، يصير شيء معين قدر ربي، فأنت هنا ايش تخبر؟ تقول ما أنا يا شباب ترى أنا عندي دوالي من نوع كذا وكذا، الآن أموري طيبة، ولكن ربما بعد 10 سنوات 20 سنة ممكن يصير كل شيء. هذا هنا أنت رجل صريح وواضح وصادق. إن شاءوا قالوا اللهم لك الحمد لله، وإن شاءوا تركوا. حتى بعض النساء، أنا امرأة كلمتني قبل أسبوعين، عندها صلع وراثي، صغيرة البنية، صغيرة يعني صغيرة، ويجونها خطاب لكن ترفض، تقول أنا شعري قاعد يطيح، يعني بعد 10 سنوات أصير صلعاء. المرأة كل شيء ولا هذا الشغلة، يعني كل شيء ولا تقول لها شعرك طاح صرت صلعة، فليس لها علاج في ذلك، وراثي، هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب قالت لي ايش اسوي انا؟ قلت لها تقبلين الخطاب؟ قال يا طيب ترى انا عندي صلع وراثي، بعد 10 سنوات شعري يطيح، تقبل؟ الحمد لله. ما تقبل؟ والله ما في مشكله. ولا تجعلين الرفض، قلت لها، من الرجال طبيعي ممكن يرفض، لا تجعلين الرفض دليل على انك لا شيء، ما في علاقه. والرجل كذلك، الرجل كل شيء كلمه الا ايش؟ لا تكلمه على الخصيتين او على ذكر، هذا يحس انه قدح في الرجوله. فاذا اشكاليه عنده بالذكر، او اشكاليه عنده بالخصيتين، او اشكاليه عنده بالانتصاب او ما شابه ذلك، كانه يطعن في رجولته. لا، ما قد يقدر عليك الله سبحانه ان تكون عقيما، ما له علاقه يا شيخ. قدر الله سبحانه وتعالى صارت عندك اشكاليه، ما ظل يصير عندك انتصاب، معليش. هذه الامور يا اخوان لا تجعلونها هي شو نقول احنا مفرغ طرق او مفصليه، بحيث خلاص ان صار عندي هذه الاشكاليه انتهت حياتي. لا لا. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما آمين. حكم الحلف بغير الله، مثل بشرف